تجيبيه ولا تسيبيه. بليس جربت منه 3 انواع، النوع ده واللي بالشيا والتاني اللي في تيوب اللي بالشيا برضو. بالنسبه لترطيبهم انا ما حسيتش بالفرق الكبير اللي ما بين ده والنوع التاني اللي هو بالشيا، بس حسيت بفرق الترطيب في التاني اللي في تيوب. اللي في تيوب كان اعلى ترطيب بالنسبه لي، مع ان قوامه اخف من الاتنين، بس كان ترطيبه اعلى منهم، بس مش احسن حاجه بالنسبه لي. برضو بيهيش الشعر، مش اكتر حاجه بتحافظ على ان الشعر يبقى كيرلي، مش اكتر حاجه برضو حبيتها. في ناس بتشتكي انه بيوقع الشعر، معايا ولا نوع منهم وقع الشعر، ولكن انا برضو بعرفك تحسبا، مع اني مش مقتنعه ان في حاجه معينه هي اللي ممكن توقع الشعر، سواء كان ده او التاني. ريحتهم مش اكتر ريحه مميزه يعني بصراحه. النوع ده والتاني بيخلي الكيرلي متحدد وفي لمعه، ماسك نفسه بصراحه، بس مش اكتر حاجه بتدي ترطيب. وانا شعري لما بيجف بسرعه فما قدرتش ان انا انتظم عليهم، غير ان قوامهم تقيل. فاي حد فتله شعره خفيفه، خف كمان مني لان انا يعني يعتبر متوسطه مش خفيفه للدرجه، هو ده اللي ممكن يكون بيوقع الشعر، انه قوامه تقيل على الشعرايه فبياخدها وينزل. محتاجه حاجات تكون قوامها اخف شويه من كده، او انك تخفيه بميه وتستخدمي منه كميه قليله لو انت حابه انك تستخدميه، خصوصا طبعا انه اكبر حجم في كل الحاجات اللي هتكلم عنها، كمان مقارنه بالسعر فهو بصراحه مش وحش. طيب انت ده كان عاجبك وعايزه حاجه مشابهه ليه بسعر اقل كمان وما توقعش الشعر زي ده، جربي النوع ده اللي هو اسمه دوج تقريبا. بالنسبه لي بصراحه الاثنين حسيتهم ان هما واحد، ده قوامه اخف شويه من ده، عشان كده بتكلم في حته لو شعرك بيقع دي خليكي في النوع ده.